يلا بينا نشرح كل حاجة محتاجين نعرفها عن عضلة الرجل الأمامية أو الكوادز. هي مجموعة العضلات اللي في وش الفخذ واللي كلنا بنسميها الكوادز. الكوادز مش عضلة واحدة، دي في الحقيقة فريق من 4 عضلات بتشتغل مع بعض. الفريق ده بيتكون من الركتس فيموريس و3 عضلات اسمهم فاستس. طيب الأربعة دول شغلتهم إيه بالظبط؟ ووظيفتهم الأساسية هي فرد الركبة، زي لما بنشوط كورة أو نقوم من على أي كرسي. بس في واحدة فيهم الريكتس فيموريس ليها وظيفة زيادة، بتساعد كمان في ثني الحوض. يعني أي تمرين فيه مقاومة على الركبة وهي متنية بيشغل الكوادز على طول. طب إزاي نمرن العضلات دي بأحسن شكل ممكن؟ طبعا أول حاجة بتيجي في بالنا هي السكوات، وده أساس أي تمرينة رجل. جهاز الليج بريس كمان بديل ممتاز وبيركز على نفس العضلات بقوة. وعندنا كمان تمرين اللانجز، وميزته إنه بيمرن كل رجل لوحدها. بس في سؤال مهم، هل التمارين دي بتشغل كل أجزاء العضلة زي بعض؟ الإجابة لأ. عضلة الريكتس فيموريس بالتحديد مش بتشتغل بكامل قوتها في السكوات. الحل عشان نركز عليها هو جهاز فرد الرجل، خصوصا لو ملنا بظهرنا لورا شوية. طيب لو ما عندناش وقت غير لتمرين واحد بس، نختار إيه؟ أكيد السكوات، لأنه ببساطة أشمل تمرين للجزء السفلي من الجسم. السكوات مش بس بيمرن الأماميات، ده بيشغل معاه الجلوتس والهامسترينجز والضمة كمان. كده يبقى غطينا كل حاجة عن الكوادز. إيه العضلة الجاية اللي حابين نتكلم عنها؟